السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير دايما وسعادة. في الفيديو ده انا هعمل البامية المجمدة واول مرة اعملها. وقلت اجربها، لو طلعت حلوة هتوفر عليا وقت ومجهود في البامية العادية. هجربها معاكم وهشوفها حلوة ولا لا. البامية دي اسمها بسمة، ومكتوب عليها اهي بامية خضراء مجمدة زيرو. الباميه دي زي ما انتم شايفين كده. ده كيس انا جبته من السوبر ماركت، وسعر الباميه 27 جنيه. حجم الكيس مكتوب عليه اهو 400 جرام، يعني ممكن يعمل لك حله وسط حلوه يعني. وده اهو ده شكل الكيس الباميه من ورا، مكتوب عليها ان هي بتحطيها بتعمليها عادي زي الباميه العاديه، وبتحطيها مجمده في الخضار في الطماطم يعني. وما ما تسيبهاش تسيح، وبعد كده ترجعي يعني تحطيها تاني في التلاجة علشان مش هتبقى كويسة معاكي. وكمان الحجم بتاع البامية مكتوب اهو الحجم 2، ومكتوب عليها مش مضاف عليها اي مواد حافظة ولا كيميائية. وده اهو 400 جرام. انا هعمل البامية دي ولازم طبعا اعملها كويسة، يعني زي اعملها نفس طريقة البامية اللي انا بعملها العاديه، وهنجرب واشوفها يعني هتطلع معايا زي الباميه اللي احنا بنجيبها الخضراء اللي هي الفريش، ولا دي مش حلوه. انا ساعات بفرز الباميه في الفريزر، بتبقى طعمها على فكره حلو جدا، احسن من الباميه الفريش. ما بتاخدش معايا وقت، وفي نفس الوقت بيبقى طعمها حلو. بس انا بكون في الاول بكون سلقاها، يعني سلقاها نص سلقه كده، ما بحطهاش زي ما هي. فمش عارفه بقى الباميه دي هتطلع زي اللي انا بفرزها في الفريزر ولا لا. طبعا كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب. ولو الباميه دي طلعت كويسه، او لو نزلت الفيديو ده في رمضان هيوفر علينا وقت كتير جدا، لان احسن ما نجيب باميه بقى ولسه هنعملها، وساعات ما بيكونش فيه اصلا، ما بتكونش موجوده اصلا عند بتاع الخضار. فدي ممكن تلاقيها في اي حته عند اي سوبر ماركت. تعالوا معايا نشوف انا هعملها ازاي. واول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش في لايك الفيديو. يلا نشوف الطريقه ازاي. اول حاجه بسلق اللحمه، بجيب حله كده وبحط فيها اللحمه. لازم اللحمه تاخد تشويحه، انا بعملها دي طريقتي في سلق اللحمه. بحس ان الطريقه دي حلوه جدا. ومعايا هنا بصله متوسطه مبشوره، مش هحطها كلها، احط كده معلقه منها مع اللحمه علشان تدي طعم حلو مع اللحمه كده. ومعايا هنا حته دهن، ممكن تحطي حته دهن او ما تحطيش، بس الدهن بيبقى كويس مع الباميه، بيخليها حلوه جدا. وده باقي البصل هشيله دلوقتي على جنب. وبقلب اللحمه كده مع البصل شويه، واحط بقى شويه فلفل، مش هحط حاجه بقى غير الفلفل دلوقتي. اقلب كده اللحمه، مش هسيب اللحمه كتير بقى على النار علشان لو سبتها كتير هتتحرق. يدوب بس تاخد تشويحه كده واشم ريحه اللحمه. بعد كده بقى بضيف لها الميه. ولازم الميه اللي اضيفها للحمه تكون ميه مغليه كده. قلبتها بصوا خدت يعني اللون بتاعها اتغير. وبعد كده بحط بقى الميه دي، ميه مغليه، وهسيب اللحمه تستوي، يعني تستوي نص سوا كده مع الميه دي والبصل، لحد ما الشوربه تنقص خالص. دلوقتي الشوربه نقصت، بقت نصها. احط بقى هنا دي الطماطم دي انا ضربها في الخلاط ومديها 3 غلوات كده، وكنت حطها في الفريزر. بس كده احط الطماطم بقى وتغلي مع اللحمه، واحط بقى شويه ملح، تغلي بس غلوتين كده. بعد كده بقى بجيب هنا معايا الدهن. ده دهن ضاني، لو مش عندك دهن ضاني ممكن تحطي دهن بتاع اللحمه العادي، بحطه يسيح. لو ما عندكيش ده وده، اعملي بقى بالسمنه عشان تخلي الباميه جميله. الدهن هيخلي الباميه حلوه. وبعد كده بحط بقى البصل، لو عايزه بعد ما الدهن يسيح تشيلي الدهن شيليه. دلوقتي هحمر البصل واخليه لحد ما يصفر كده، اقلبه لحد ما يصفر.
عايزه اقولك ريحه البصل جميل. بس كده بسيب البصل بقى يصفر معايا. بعد كده بروح على اللحمه. الطماطم هنا غليت معايا بصي وتقلت، لونها تقل. بحط بقى هنا الباميه. بصي الباميه شكلها حلو قوي، خضره وزي الباميه اللي بنجيبها فريش بالظبط. هي مبدئيا شكلها حلو، الحجم بتاعها برضو حلو. انا شايفه ان الحجم بتاعها وسط، مش كبيره او مش صغيره. ومعايا هنا البصله اصفرت. هحط بقى هنا الثوم، نص معلقه كده من الثوم المفروم. وهقلب بقى الثوم لحد ما يصفر معايا برضو. وبعد كده احطه بقى على الباميه. انا بحب احط الثوم والبصل الاخر، يعني بعد ما احط الخضار، علشان الخضار ياخد من طعم البصل والثوم، ما يقعدش يغلي كتير وبعد كده ما تحسيش بطعمه بقى ما تحسيش بطعمه في الطبيخ. فانت لما تحطيه بعد غلوتين ولا حاجه بيدي طعم، وبيبقى طعم الخضار او الطبيخ بيبقى طعمه احسن. كده خلاص الثوم اتحمر معايا. بصي الباميه برضو تقلت. احط بقى البصل والثوم. ممكن بعد كده تشيلي الدهن. طبعا الباميه بتحب تكون في شوربه بتكون دسمه علشان تبقى معاكي طعمها حلو جدا. بعد كده بقى بتعصري عليها ليمونه تبقى طعمها حلو جدا. وهسيب بقى الباميه تستوي شويه كده. الباميه قربت تستوي اهي. بعرفها استوت منين؟ بجيب المعلقه كده وبشوف واحده كده لو اتقطعت معايا سهله، اتفتحت معايا الباميه سهله، يبقى كده خلاص هي الباميه استوت معايا. هي كده خلاص اهي قربت تستوي معايا. بعد كده احط بقى هنا قرن فلفل بيدي طعم حلو في الباميه. بعد كده بشيله. بعد كده بقلب بقى. وممكن في الخطوه دي تشيلي الدهن او تخليه، انا هشيله. عايزه اقولك انا دقت الباميه دي جميله جدا، ما تفرقش حاجه خالص عن الباميه اللي بنفرزها في البيت او اللي بنشتريها فريش. فطعمها حلو جدا وحجمها حلو، وبجد طعمها حلو. يعني جربوها، هتوفر معاكي في الوقت والمجهود كمان. لو في رمضان هتوفر معاكي جدا، وكمان طعمها حلو جدا. كده اكون حطيت الباميه اهي. بصي شكلها حلو جدا. يا رب تكون عجبتكم. مع السلامه.